اي لا. انتوا مين وبتعملوا ايه هنا؟ مش تخبط يا سيدي قبل ما تخش. اخبط ازاي؟ ده بيتي. انت فاهم غلط يا شريف. فاهمين الصح يا ماما. مين دول؟ الهانم زبونة عندي، السوسته بتاعتها اتكسرت، دخل جوزها يساعدها. يبقى ميز يا استاذ قبل ما تخش تتهجم على الناس. ميز ازاي يعني؟ هو مكتوب على وشكم ان انتوا متجوزين؟ انت بتبجح كمان؟ لا ولا بتبجح ولا حاجه يا استاذ، حقك عليا، انا متاسف. حصل خير يا جماعه، حصل. اتفضلي حضرتك. ميرسي يا مدام. متشكره. يلا يا نشا يلا. يلا يلا يا نشا. اتفضلوا اتفضلوا، ما تاخذوناش يا جماعه. لحظه اجيب لكم طلباتكم. عنك انت يا حبيبي. انا متاسفه قوي. حصل خير يا ماما. ايه يا شريف؟ ايه اللي انت عملته ده في الزباين بتوعي؟ انت اتجننت ولا ايه؟ يا ماما يا ماما، انت قلبت البيت دليفري. ده شغلي، ثم انا حره في بيتي اعمل فيه زي ما انا عايزه، وانت حر في بيتك انت وبس. انما هنا انا صاحبه البيت، فاهم؟ فاهم يا ماما، فاهم كل حاجه، بس لو تفتكري كده ان انا وساره قعدنا معاكي وحذرناكي من الوقوف كتير في الشغل علشان ما تتعبيش. وبعدين يا ماما، انت ليه مش مقتنعه ان انت مريضه سكر؟ مريضه سكر وبتعملي حلويات، يعني وانت بتعملي الحلويات هناخد حته من ناحيادي هم وكمان حته. يا ماما النفس اماره بالسوء. لما يحصل لي حاجه ما تبقاش تلحقني، ان شاء الله اموت، لكن تتحكم فيا لا. بعد الشر عليك يا ماما، انا ما اقدرش اتحكم فيكي ابدا، انا والله من خوفي عليكي بس. يا ابني اصل شغل المطبخ ده مزاج، كيف، ومش ممكن حسلها ابدا. مساله مش مساله فلوس، مساله وحده. عارف يعني ايه وحده؟ انك تقعد طول النهار بين 4 حيطان من غير ما تعمل حاجه. يا ماما ما انا قلت لك تعالي عيشي معايا انا والولاد. محدش يا ابني بيستريح الا في بيته. كل اللي انا طالباه منكم تسيبوني في حالي لغايه ما اقابل وجه كريم. بعد الشر عليك يا ماما، ما تقوليش كده. خلاص يا ستي، خلاص اعملي اللي يعجبك. اللي يعجبني؟ طب في حته بسبوسه في التلاجة، تقوم تجيبها لي؟ ماما الله، خليك حلو بقى. حلو ايه بس يا ماما؟ انا هموت نفسي. خلاص. حاتم، انت ايه اللي جابك هنا؟ انت بتطاردني ولا ايه؟ طردك ده ايه؟ أنا النهارده تم تعييني نائب لرئيس العناية المركزة في المستشفى. ايه؟ انت؟ أيوة أنا. أصل الماجستير اللي أنا أخدته من ألمانيا خلى المستشفى بتاعتكوا دي محتاجة خبرتي. بعدين ما يصحش تكلميني بالطريقة دي وأنا رئيسك في الشغل. رئيسي انا؟ ده مستحيل طبعا. سارة، ما تيجي ننسى اللي فات وتخلينا ولاد النهارده. ازاي انت بتهزر؟ طالما مش عايزة تنسي يبقى أنا لازم أقولك إن أنا ظلمتك يوم ما سبتك وسافرت. بس أنا كنت بجري ورا أمل إن أطور نفسي في شغلي وظلمتك معايا. سامحيني يا سارة، أنا كنت أناني. سامحك ايه؟ انا عمري ما هقدر اسامحك. طالما مش قادرة تسامحيني يبقى أنت لسه بتحبيني. بحبك؟ انت اتجننت؟ انا ست متجوزه وبحب جوزي وما بشوفش غيره في الدنيا. متجوزة؟ وده عرفتيه امتى وازاي وفين ده؟ دي حاجه ما تخصكش، من فضلك ما تتكلمش معايا تاني خالص. مش هينفع يا دكتورة، طول ما أنا رئيسك في الشغل لازم نتكلم مع بعض. في حالة المرضى طبعا. خلاص، وانا هطلب نقلي من المستشفى. براحتك، بس طول ما أنت هنا هنتكلم مع بعض غصب عنك. وادي احلى بوكيه ورد لاحلى نائبه مدير بنك في الدنيا، رغم انها متاخره، بس انا مش عارفه اتلم عليكي، على طول مشغوله. حبيبتي يا سهى تسلمي لي، ميرسي جدا وميرسي على تعبك معايا. تعب ده ايه؟ دي اقل حاجه اعملها لاعز صاحبه وجاره عندي، ده انا وفاطين من غيرك انتي وشريف زي اليتامى في الكومباوند ده. طب والله انت بتهزري. ستي ده انت مصاحبه كل ستات الكومباوند. مصاحباهم عشان المحل يشتغل مصالح يعني، انما انا وفاطين بنحبك انتي وشريف جدا. وانا بحبكم جدا واحنا كلنا بنحبكم، يا رب دايما مع بعض كده على طول. ميرسي يا حبيبتي. مساء الخير.
مساء النور. ايه ده انت فين؟ مش قلتي مش هتاخر ومش عارفه ايه؟ ام سوري يا جماعه، سميح جوزي حبيبي هو السبب. كان بيوريني عربيتي الجديده اللي جابها لي هديه في عيد جوازنا. الف مبروك يا حبيبتي، تتهني بيها. الله يبارك فيكي. مش تباركي الندى؟ على ايه؟ عينوها نائب مدير بنك من كام يوم. الف مبروك، ده خبر حلو قوي. الله يبارك فيكي يا اماني، ميرسي. بس بجد بتصعبي عليا قوي. بصعب عليكي ليه؟ مش فاهمه. يعني حاساكي مشتته بين شغل البنك وشغل البيت ومستهلكه نفسك جدا. الله يكون في عونك. لا بالعكس خالص، ده انا بحقق ذاتي وبنجح وبكبر كل يوم. كنتي عايزاني اقعد في البيت اعمل ايه؟ اقعد كده من غير ولا شغله ولا مشغله؟ لا طبعا، بس احنا اتخلقنا عشان رجالتنا يدلعونا ويصرفوا علينا، مش نشتغل ونرجع احنا نصرف عليهم. جماعه تشربوا ايه؟ لا يا حبيبتي ميرسي، مش عايزه اتعبك معانا، لازم امشي. انا كنت عند بابا طول اليوم والولاد بجد وحشوني قوي. ميرسي على كل حاجه، هشوفك قريب بقى. ميرسي، باي باي. باي. باي باي. جرأيه يا امان، انت حاطه نقك من نقرها كده ليه؟ لا ابدا، بس هي يعني محسساني ان هي الوحيده اللي في الكون اللي بتشتغل. يا شيخه حرام عليكي، ده مفيش الطف ولا اجمل منها. طب ما انا عارفه، وعلى فكره انا بحبها جدا، بس يعني ساعات اقول لك تعالي نشرب حاجه احسن. تعالي، عايزه تشربي ايه؟ خش عليه خش عليه. انت فاكر نفسك هتغلبني؟ ده بعد. اهو غرورك ده بقى اللي هيوديكي في داهيه. ده مش غرور، دي ثقه بالنفس. ها يلا يلا فينيش. غلبتك يا خالو. يا خيبتك يا خالو. على فكره انت مدياني جويستيك بايظ اصلا. ايه يا بنتي الصوت العالي ده؟ انا سامعاكي من بره. يا ستي الواحد يقول سلام عليكم الاول. سوري يا عمر، ازيك؟ تمام الحمد لله. وبعدين ايه غلبتك يا خالو يا خيبتك يا خالو؟ مش تنقي الفاظك يا بنتي. يا ستي احنا اصحاب في بعضينا يعني، ما تقلقيش مش مشكله. بس برضو عيب، ما يصحش. سوري يا ماما. طب استاذن انا بقى عشان انا عندي ميعاد مهم جدا. لا طبعا، انت هتتعشى معانا. استنى بس هطلع غير وانزل لك على طول. طب بليز بسرعه بقى عشان انا عندي ميعاد مهم جدا. طيب ماشي يا حبيبي. والميعاد المهم ده بقى خشن ولا طري؟ هو باين عليا ان انا عندي ميعاد طري. بس يا بنت عيب كده. هو انت مش عايز تتجوز ليه لحد دلوقتي؟ انت مالك انت من الحاجات دي؟ اتفضلي العبي يلا. انت بس يعني عرفت. مفيش دعوه. طب العب بقى. وحشتيني قوي. يا سلام، بدليل انك ما كلمتنيش طول اليوم. انت عارفه يا حبيبتي، اليوم الاجازه ده بيبقى مليان اكتيفيتيز، وكان عندي هوم وركس كتير قوي. مين بقى البنت اللي انت كنت واقف معاها في البي اي دي؟ بنت مين؟ دي مشتركه جديده معانا في حفله المدرسه. وما لقيتش غير دي اللي تشترك معاها يعني؟ هو انا اللي بختار؟ ده المستر هو اللي رشحها لي. وبعدين انت بتغيري ولا ايه؟ وانت ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ ايه يا حبيبتي في ايه؟ انا كنت براجع الدرس اونلاين. صباح على خير. انت من اهل. هو انت رحتي فين؟